من كام يوم كان في ظاهرة خسوف القمر. فلو انت مش عارف يعني ايه خسوف القمر، فدي عبارة عن ان القمر بيكون في منطقة ظل الارض، يعني الارض بتكون حاجبة الضوء الشمس عن القمر. وده غير اصلا ان خسوف القمر من علامات الساعة الكبرى اللي معظم الناس مش عارفة يعني ايه علامات الساعة الكبرى. فده موضوع الفيديو النهاردة، بجانب هنعرف مع بعض النصيحة اللي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عشان نستعد ليوم القيامة وما نحسش بصعوبة اليوم ده. فقبل ما نبدأ الفيديو صلى على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نعرف إيه هي علامات الساعة الكبرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في صحة وسلامة. عايزك تعرف ان يوم القيامة يوم عظيم جدا، وطبعا بالنسبة للكافر هيكون يوم مرعب جدا. لكن ايه وصف اليوم ده؟ اليوم ده هيكون مختلف بشكل كبير جدا عن الايام اللي احنا عايشينها دي. يعني الزمن غير الزمن، والليل والنهار غير الليل والنهار اللي احنا عايشين فيهم دول. ده بجانب برضو ان هيكون في خراب على الارض بشكل ضخم من ناحية بحار وبيوت وجبال، لكن مفيش حد يعرف الوصف بالظبط وبشكل اوضح غير ربنا عز وجل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات. يعني مش هتقوم القيامة غير لما نشوف 10 علامات قبليها. ده غير ان قبل العلامات الكبرى في علامات صغرى قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وان بالفعل ظهرت، والعلماء اجمعوا على كده. ما فاضلش غير العلامات الساعة الكبرى، واللي ظهر منها شوية علامات زي خسوف الشمس اللي ظهر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وخسوف القمر اللي ظهر من كام يوم ده. وبكده ما فاضلش غير كام علامة من علامات الساعة الكبرى، زي ظهور الدخان والدجال والدبة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول سيدنا عيسى عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، وظهور 3 خسوف: خسوف في الشرق، وخسوف في الغرب، وخسوف في الجزيرة العربية، وظهور المهدي المنتظر. وطبعا العلامات دي مش هتظهر غير على أشر الناس على الأرض. بمعنى أوضح، لما تلاقي الدنيا تبوظ خالص من فتن كتير، جهل ينتشر بين الناس، والناس تبطل تصلي وتبعد عن ربنا عز وجل، وكتير من الأسوأ. فمن هنا بقى تبدأ العلامات الساعة الكبرى تظهر تدريجيا. لكن العلماء أجمعوا إن أول علامة من علامات الساعة الكبرى هتظهر هي ظهور المهدي المنتظر. لكن ليه العلماء أجمعوا على كده؟ لأن المهدي هيظهر في ليلة واحدة يهدي الناس ويرشدهم للطريق الصحيح. لأن طبعا الناس هتكون ساعتها في أسوأ الحالات، وهيكونوا محتاجين حد يرشدهم للطريق الصحيح. وده دور طبعا المهدي المنتظر، إن يهدي الناس للطريق الصحيح. فربنا يكون في عوننا اليوم ده بقى. بالمناسبة صح، يوم القيامة بالنسبة للمؤمن هيكون صلاة ظهر، يعني كأنه راح صلى صلاة ظهر. لكن بالنسبة للكافر فهيكون يوم القيامة بالنسبة له 50,000 سنة. انت متخيل الرقم؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نصحنا بإيه عشان نعدي يوم القيامة ده وما نحسش بصعوبة اليوم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نصحنا بحاجتين 2 بس: ان احنا نعمل عمل صالح وبالطاعة، يعني نصلي وندعي ونذكر ربنا عز وجل، ونكون بنعمل عمل خير في الدنيا. عكس كده بقى فهيكون يوم القيامة بالنسبة لك تقيل. فربنا يهدينا جميعا ويقوينا ويثبتنا على ديننا، اللهم امين يا رب. وبس كده يا صديقي، سلام.